مشروع تجديد اساس للناس وتجيبوا فلوس، او عايزين تجددوا اساس في بيتكم بنفسكم علشان مصاريف تجديد الاساس دلوقتي غليت قوي. تتعلموا في سلسله الفيديوهات دي ازاي تجددوا الاساس باستخدام التشوك بينت، البلاستيك الابيض، اللاكيه المائي، وتجددوا اساس خشبي او معدني. اشتغلوا بورق الذهب. اكتر من 8 فيديوهات اتاكدوا ان انتوا تشوفوهم كلهم قبل ما تبتدوا المشروع بتاعكم وقبل ما تجددوا الاساس في بيتكم. اسمي يسرا ممدوح، صيدلانيه شغاله في الديكوباج وتجديد الاثاث من 2018، ومؤسسه براند دكان ديكور، وقناتي ديكوباج ببلاش يسرا ممدوح. لو عجبتكم الفيديوهات ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. يلا نبدا الفيديوهات. السلام عليكم يا هلا. ده بارت 1 في تجديد الاساس للمبتدئين. ان شاء الله هيبقى فيه كذا ليفل علشان بس ما نثقلش على حد لسه مبتدئ بتفاصيل كتير هو في غنى عنها. فخلينا نبدأ كده واحدة واحدة. أبسط حاجة خالص 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 محتاجين دي الخامات. بعد كده هجيب لكم الأدوات. الخامات عندي سكينة برسمة على الزيت بتبقى في المكتبة. هقول لكم بقى كل حاجة بتتجاب منين برضو في الآخر. خلينا بس نقول ايه الحاجات دي. خلاص، دي سكينة عشان المعجون. ده معجون البريمو بتاع سكيب. صنفرة 100. انا عملت قبل كده فيديو عن الارقام والاسهم على اليوتيوب موجود. وده تنر حامي. ده ممكن على فكرة برضو نخليه مش للمبتدئين، يعني للمحترفين، فمش اساسي. اللي بعده ده برضو مهم بقى قوي، اللي هو الجاسو. ده بنعمله في البيت، هقول لكم نعمله ازاي. محتاجين الغيرة والبودرة التلج ده عشان نحضره. بعد كده دي الدهانات. عايزين في نوعين من الدهانات برضو، ده للمبتدئين. في الأورا لاكتا اللي هو اسمه لاكي مائي. وده برضو انا عامله فيديو 2 فيديو ليه على اليوتيوب. وفي الجي ال سي اللي هو البلاستيك العادي خالص، وده برضو جميل مفيهوش اي مشكله، بس هيحتاج مني عزل اللي هما بالورنيش، وبعد كده السبراي الدوكو الشفاف. انما اللاكيه المائي ده انا مش محتاجه ليه عزل خالص. بحتاج كمان مركزات الالوان بقى. وممكن البلاستيك ده ممكن استخدم اورا عشان الونه، او استخدم الاورا على طول لان هو بيبقى بلاستيك ملون. انما اللي هو اللاكيه المائي مش محتاجه الاورا، لازم استخدم المركزات بتاعه الالوان. لو استخدمت الاورا هلاقي ان اللون بيدوب معايا ومحتاجه تاني اعزل، فبستخدم مركزات الالوان. وبعد كده علشان بقى ازين، طبعا ده الماسك عشان لو حد زي حالتي كده عنده حساسيه. اي ماسك حتى بتاع الكورونا، اي حاجه بس عشان الانف كده ما يخشش فيها التراب بتاع الصنفره. محتاجه بقى برضو جلافز لو يعني ايديكم بتلتهب برضو زي حالتي. محتاجه برضو هنا عشان ازين بقى القطعه بتاعتي منديل اللي بيبقى مطبوع عليه، او ده زي مناديل السفرة العادية خالص، بس بيبقى مطبوع عليه اشكال حلوة ظريفة كده. كل حاجة هقول لكم هتجيبوها منين وبكام واقل سعر تلاقوه. وده برضو ورق، برضو الورق فيه منه انواع، بس انا مش لازم اتأيد ابدا بالصور الموجودة على المناديل او الرسومات المطبوعة في الكرافت ستورز، وده لاني اقدر انزل اي تصميم يعجبني وشفته على بنترست او في اي حته، اقدر اجيب حاجه قريبه منه جدا، وكمان اقدر انزلها بكواليتي عاليه.
وكمان اقدر اغير في الوانها واعملها باحجام مختلفه تناسب القطعه اللي انا شغاله عليها. وده كله بنعرفه في كورس الفوتوشوب لمحب الديكوباج. وده يا جماعه فرق معايا والله جدا قوي، عشان قدرت بيه ما اقضيش وقت طويل عند المطبعه علشان الديزاينر يظبط لي الصور واحجامها. ده غير طبعا انه وفر عليا فلوس الديزاين، لان الساعه بتبقى ساعه ديزايننج يعني من المكتبه بتكون ب120 في اماكن اقل وفي اماكن اكتر. فبصراحه وفر عليا قوي في الوقت وفي الفلوس. وكمان انا بقدر اقعد اغير براحتي، اشوف كده اروح اجي الاقي لا الالوانها مش عاجباني، طب هغير الحته دي هغير الحته دي. هوريكم بالتفصيل ازاي تقدروا تنزلوا الصور، ازاي تجيبوها اصلا. لو شفتوا اي تصميم عجبكم عايزين حاجه قريبه منه تلاقوها ازاي، ولو لقيتوها تنزلوها منين بكواليتي حلوه. وبعد ما تنزلوها كمان تغيروا في احجامها عشان تناسب القطعه بتاعتكم. وفي كمان بونص في الكورس ده، هو لينك للفوتوشوب داونلود مجانا، هحطه لكم برضو مع الكورس. وعلشان تفهموا قصدي، انا مثلا الصور دي نزلتها الاول بكواليتي عاليه، بعد كده عملتها احجام. بتاعت السبرتيه دي برضو نزلتها الاول الورود وعملتها مقاسات، واحده صغيره قوي عشان الكنكه، واحده اكبر شويه عشان السبرتيه. والصينيه كتبت عليها اسم الشخص يعني اللي عايزها كمان. وهنا دول كنت عايزه اعملهم على موبايل هولدر، فعملت ديزايننج للصور على برنامج على الكمبيوتر، وبعد كده ظبطت مقاساتهم على الفوتوشوب وبس، بعتها للمطبعه على الطباعه طبعها وبعت لي الورق على طول. وهنا لو لاحظتوا اني غيرت الخلفيه، بدل ما كانت بيضه في الصوره الاولانيه خليتها بيج. وفي كمان عامله تو ديزاينز، واحد الزخارف فيه كحلي والتانية تركواز، فتقدري برضو تعرفي ازاي تغيري اي لون جوه الديزاين نفسه لالوان تانية خالص بطريقه سهله قوي وبسيطه. اخر حاجه بقى الاستنسل فيه منه احجام، في صغير اكبر خالص، في اكبر كمان من كده. بس خلينا برضو في المبتدئين نشتغل برضو بالحاجات البسيطة دي عشان ما نثقلش على نفسنا. نحتاج برضو بخاخة مية، محتاجين كارنيه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش دعوة حلوة ولايك وسبسكرايب. مع السلامة.